قالت الحمد لله الذي وسع سمعه. فإذا كنا نعتقد هذا أيها الأخوة، فلماذا لا نعمل بمقتضى هذه الأسماء؟ السميع الذي يسمع جميع المسموعات، البصير الذي يبصر جميع المبصرات، فلماذا نتكلم بالشر والله يسمع كلامنا؟ ألا نخشى الله سبحانه؟ ألا نخاف؟ لماذا نتكلم ما لا ينفع؟ لماذا نغتاب؟ لماذا نسب؟ لماذا نطعن في إخواننا؟ ولماذا نخوض فيما لا ينفع؟ لماذا نخوض في الأعراض؟ ألا نتقي الله عز وجل؟ الله يسمع كلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. توجب لك هذه المنزلة، منزلة المراقبة، استشعارك لمراقبة الله عز وجل يوجب لك عدم التجرؤ على معصية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية تكفي في أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا حدثتك نفسك بالمعصية فقل: ألم يعلم بأن الله يرى. ألا تعلمين يا نفسي بأن الله عز وجل يراك؟ حدث نفسك، وعظ نفسك، وحذر نفسك من معصية الله عز وجل. والآن الله المستعان، الناس يقولون أصبحت تثير المخاوف هذه كاميرات مراقبة. الآن المنازل والشركات والفيلات كل شيء، كلها هذه الأماكن الدنيا أصبحت مطوقة بالكاميرات. الآن كاميرات. بعض الناس يتجرأ على معصية الله عز وجل وعلى السرقة، لا يخشى من الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اقترب من الكاميرا، أراد أن يعصي الله عز وجل أو أراد أن يسرق، إذا وجد الكاميرا يخاف من الكاميرا ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. يخاف من كاميرات المراقبة ولا يخاف من مراقبة الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما تعملون محيطا. يخاف من الناس ولا يخاف من الله جل في علاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إنسانا يحفظ لسانه كذلك، وأن يستشعر مراقبة الله عز وجل في كل ما يقول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.